كتير من المستثمرين في العاصمة الإدارية الجديدة بيسألني استثمر في محل تجاري ولا مكتب إداري، والسؤال ده بيتكرر كتير جدا. هنتكلم النهاردة عن المقومات اللي تساعدك كمستثمر تختار أنسب حاجة بالنسبة لك. خليكم معانا. اهلا بيكم، معاكم الاستشاري العقاري المهندس احمد رضوان، المدير التنفيذي لمجموعه شركات ARG. النهارده هنتكلم عن المعايير اللي ممكن تساعدك ازاي تختار عقارك، سواء مكتب اداري او محل تجاري او شقه او وحده طبيه او فندقيه. العامل الاول، امكانيات حضرتك ايه؟ يعني لازم تحدد راس مالك اللي حابب تستثمر بيه، لان هو اللي هيقرر ايه نوع العقار اللي المفروض نبحث عنه. وطبعا ده مش معناه ان ده العامل الوحيد المهم، ولكن ده الاساس اللي هيسهل علينا ويقلل الاختيارات الكتير اللي قدامنا. ولكن خلي بالك ان احنا بنقول عايزين نحدد امكانياتنا بعيدا اننا نبحث عن عقار رخيص، لان ممكن يكون سعر العقار رخيص ولكن في المكان الغلط، وبكده انت تكون اتورطت. العامل التاني اننا لازم نعمل مقارنة ما بين المناطق الادارية والمناطق التجارية على مستوى العاصمة كلها، لانهم متوزعين على 6 مناطق: منطقة الMU 23، ومنطقة الMU 7 اللي هم بيقولوا عليها CBD، ومنطقة الداون تاون، ومنطقة الحي المالي، ونازلة الميديا سيتي، غير المناطق السكنية اللي هي بتعتبر السادسة اللي هي الR7 والR8، ومنطقة المستثمرين. ونشوف نوع العقار اللي ممكن نستثمر فيه وفقا لإمكانياتك. على سبيل المثال التجاري، يبقى هنشوف ايه أفضل منطقة من المناطق ال6 في العاصمة الإدارية الجديدة كلها، ونشوف ايه أكتر حاجة هتحقق لي ROI او Return on Investment او عائد على الاستثمار، ويحقق سهولة اعادة البيع ومعايير تانية كتير. العامل الثالث ان احنا نعمل مقارنة على مستوى الفلور بلان. يعني ايه فلور بلان؟ يعني تقسيمة الدور من حيث المساحات والابعاد، ومش المقصود هنا مساحة وابعاد وحدتي اللي انا هشتريها بس، ولكن المقصود مساحة وابعاد الفلور بلان او الدور كله، زي مساحات مناطق الخدمات والمرافق، وعرض الكوريدور، وعدد الحمامات، ومكان وابعاد سلم الطوارئ، وعدد الاسانسيرات ومساحتها. تفاصيل كتير ممكن تكون سبب تميز وحدة عن وحدة في نفس الدور، او مشروع عن مشروع. يعني الخلاصة ان احنا منبحثش عن مكان ومساحة وحدتنا بس، ولكن لازم يبقى لنا رؤية ان احنا نعرف كل تقسيم الدور وتأثيره على الوحدة. العامل الرابع ان احنا بنعمل مقارنة ما بين المطورين الموجودين في العاصمة الإدارية الجديدة وسابقة اعمالهم وملاءتهم المالية ورخصة الحفر والانشاءات والعقود، علشان اطمن على استثماري وما بقاش بشتري سمك في مية. في عوامل كتير جدا لازم ناخد بالنا منها علشان استثمارنا يكون بيحقق الهدف المرجو منه، اللي هو يحقق اعلى عائد باعلى درجة امان بدراسة جدوى قوية وواضحة. وده دوري هنا في شركة ARG، ان انا بقدم لك كل المقارنات دي بخبرة على ارض الواقع، بعيدا عن التنظير والكلام النظري اللي ملوش لازمة، وكمان بعيد عن المبالغات والكلام التسويقي اللي بقى مكرر. وكمان ده اللي بيقدمه لك المستشارين العقاريين المعتمدين من شركة ARG. وكمان بنقدم لحضرتك ده بناء عن الكود الدولي المنظم للوسطاء العقاريين بخدمة مجانية بنسبة 100%. هننتظر تواصل حضراتكم على الواتساب على الرقم الموجود قدامكم على الشاشة علشان نساعدكم توصلوا لأفضل استثمار بأمان تام. شكرا لكم.